يعني لو وجعت ابني بكلمة فيها مبالغة بدون أي وجه حق، أنا بحط في قلبه كوم غضب وسخط ممكن ينفجر في وشي بكرة، أو ينفجر في حياته هو ويأذيه لأني وجعته. لو أنا حاسبها كويس إن في تأديب معين أو مخالفة لا تخلو من حب واحترام وتشجيع، لكن كلام موجع بس. في بعض الآباء والأمهات بيسلخوا عياله، بيهروهم كلام ناشف، هما ما بياخدش غير كوم غضب بيتراكم جواه لازم ينفجر بقى، يجيله اكتئاب، يجيله انتحار، يجيله إدمان، يجيله إلحاد، يجيله انتقام من والديه أو من المجتمع. كل دي صور لأنه يهيج السخط، ما جابش نتيجة غير كده. وللأسف في أمهات كتير غاوية تزعق، طريقتها في التربية هي الصوت العالي وأحيانا الشتايم. ده كله ما بيعملش غير حاجة واحدة بس اسمها يهيج السخط، لكن ما جابش درس، ما علموش حاجة، ما طلعش منه حاجة عدلة خالص. العكس بقى، الجواب اللين يصرف الغضب. يعني افرض ابني غضبان، ده مش وقت اديله درس، هو اوريدي سخنان كده وملخبط، ما انا مش دوري ان انا اغيظه او استفزه او اخليه يغلط واثبت عليه الغلطة. لا، هو لازم اقول كلمة ناعمة زي المية على النار كده، تطفي النار بسرعة عشان ما زودش اخطائه. فهنا يصرف غضبه، وفي نفس الوقت ممكن يصرف غضبي انا. افرض انا اتشديت، لو عبرت بالغضب الجواني هيطلع كلام لاذع مؤذي، انما هقول كلمة لينة عكس الشعور اللي جواي. عملت كنترول وطلعت كلمة لينة. ليه؟ انا بصرف غضبي، انا بعالج نفسي قبل ما اعالج حد، لاني مش عاوز غضبي يجرح حد. حتى لو افترضت ان انا معايا حق في الغضب، معلش تعبير، عشان كده يقول اغضبوا ولا تخطئوا، فيطلع كلام لين مش كلام جارح. يعني مفيش تصريح بالكلام الجارح حتى لو الغضب في محله.